اللي حصل بيني وبين ضرتي من أول مقابلة محدش يتوقعه، أنا كنت اختيارها. أول مرة قابلنا بعض كان صدفة، وكان في ارتياح بينا، خطفنا قلب بعض، وكانت صريحة معايا من البداية. بس أكيد الموضوع خد وقته في البداية. مش معنى إن الجواز كان برضاها هيكون سهل عليها، أكيد لأ. بس بشجاعتها وقلبها الطيب ربنا اداها الشجاعة والقوة، وقدرت تتخطى المرحلة زي دي. بس الحمد لله أنا قدرت أتعامل معاها بحب واحترام ومودة ورحمة، والحمد لله كنت عند حسن ظنها، وبقينا اخوات مش ضلاير، وشاركنا الحياة سوا. طول ما في احترام واهتمام ومودة ورحمة كل حاجة صعبة بتعدي. من حنيتها على عيالي قالوا لها يا ماما، وولادها وعشنا أيام وسنين ومواقف كتير فيها الحلو والمر، واللي كان يفرحها بقى يفرحني، واللي كان يزعلها بقى يزعلني. وهي نفس الشيء. بعد كده ربنا رزقني بأحلى بنوتة في الدنيا، وضرتي هي أول واحدة كانت فرحانة بيها، عشان هي كانت نفسها في بنت، بس هي ربنا كان رزقها بولدين ما شاء الله عليهم، وبقت أكتر من بنتها، واخواتها كانوا فرحانين بيها، وبقت حتة من قلبهم وأغلى حاجة عندهم، وبقت هي ونستها في الحياة. وحصل مواقف كتير وحكايات واحنا مع بعض. محتاجة فيديوهات جاية كتير، ولو محتاجين تسمعوها اعملوا لي اشتراك للقناة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات.